معايا الشر، تخيلوا معايا الخبث ديال الانسان. تخيلوا معايا انت عندك ولد، سيده عندها 3 ديال الاولاد. سلام سلام. ايمان حطت واحد لا ستوري ديالها في انستغرام، تطمئن يعني المحبين ديالها بانها بخير وانها ما بقاتش معتقله. هي ما وضحتش الامور لان قالت ماشي الوقت ديالو. نخليكم اش قالت ايمان. نطمنكم عليا، انا الحمد لله بخير وعلى خير. المشكل اللي كان عندي من بعد عاد نقدر نعطيكم تفاصيل حيت دابا ما يصلحش نعطي بزاف ديال التفاصيل. كما سمعتوا ان ايمان قالت لك انها ما يمكن لهاش توضح، يمكن اجراءات اللي هما قانونيه من حقها، وتتوعد ان الناس اللي داروا فيها هذا الشيء انها ماشي حيت قصير، وان انها حتى هي غادي تاخذ حقها. نخليكم مع واحد الصديقه ديالها هي اللي وضحات السبب ديال الاعتقال. خليكم معايا. شنو دارت لاله نوال الملقبه بالحكومه؟ مشات للمحكمه، شهدت في ايمان باش يحيدوا لها الحضانه ديال الاولاد. تخيلوا معايا الشر. كما سمعتوا يعني شكون اللي كان السبب في الاعتقال ديال ايمان؟ هي هاد الشاهده اللي شهدت مع الزوج ديال ايمان ضدها في اولادها في داك الفيديو اللي كنت ذكرت لكم بانها خرجت تهدد بالانتحار هي وولادها الا ما خداتش حقها. ف هذه راه صديقتها، هي اللي كانت استقبلتها او استنجدت بها فاش انها تخاصمت مع راجلها، وهي اللي وصلتها مع سناء شيك شوب. ف ما بقات لا صداقه لا والو، خصوصا في السوشيال ميديا. ايمان خرجت باش دير البوز، وفعلا هي دارت البوز ويني بحوايج اللي هي خايبه. فالله يسترنا والله يحفظنا، وهاد الساعه ما بقات صداقه. باي باي عليكم.